نناشد الشباب، نناشد الأبناء، نناشد الشباب وفقهم الله. يا شباب الإسلام، لا تضيعوا شبابكم، لا تضيعوا أوقاتكم وأعماركم. سيأتي اليوم الذي تقفون به بين يدي الله ويسألكم الله عن هذا الشباب. أنتم الذين يرجى منكم الخير بفضل الله عز وجل. لا تضيعوا شبابكم. انظروا من الألفاظ التي يشمئز منها القلوب. كم تجدون من بعض شبابنا هذا يشجع الفريق الفلاني وهذا يشجع الفريق الفلاني في لعب الكرة. أين أنت أيها الشاب؟ أتشجع نصراني فتك بالمسلمين وضيعهم وفرق أحوالهم؟ أتشجع اليهود والنصارى الذين فرقوا شملنا وآذوا العباد والدول العربية والإسلامية؟ ويأتي من شبابنا من يشجع هؤلاء أعداء دينك وأعداء ملتك وأعداء صلاحك، وتأتي تشجع أمثال هؤلاء. أما كفاك أن لديك محمد صلى الله عليه وسلم، لك الفخر به ولك العز به ولك الرفعة والتمكين بانتسابك لدينه. صارت البغضاء بين شبابنا والفرقة بين شبابنا من أجل تشجيع أعدائنا وأعداء ديننا الذين عاذونا في عقر دورنا، الذين تسببوا في الحروب وتسببوا في الفتن في أوساط المسلمين. لما لا يعقل شبابنا؟ إلى متى سيبقى الشباب في غفلة؟ متى سيستيقظون؟ متى سيفيقون؟ إنه الجهل الذي أردى بشبابنا إلى هذا. فيا معاشر الشباب، أنتم حماة الدين، أنتم حراس هذا الخير، بكم بفضل الله الخير. معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله إلى اليمن معلما ومرشدا كان عمره في 20 سنة، يأتي إلى اليمن داعيا إلى الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وصل إلى همدان وأسلمت همدان عن بكرة أبيها برسالة منه بعلي رضي الله عنه. هؤلاء شبابنا يا أبناء الإسلام، هؤلاء قدوتكم يا معاشر الشباب، هؤلاء صفوة المجتمع يا معاشر الشباب. فلما غفل شبابنا؟ لما ضيعوا مجدهم؟ لما ضيعوا تاريخهم الأمجد والأمثل؟ سلوا المهاجرين والأنصار، سلوا المعارك العظيمة والفتوحات الإسلامية، إنها بفضل الله ثم بالشباب الذين جعلوا أنفسهم حماة للدين ورعاة له. فليتق الله شبابنا وليراقبوا الله. أنا أريد لهم الخير، نحن نريد لهم الصلاح. لا تقبل من يدعوك إلى أن تكون فاسدا مع شلل فاسدة، إما في مقاهي أو في تجمعات عبر مكان الإنترنت وغيره. تضيع وقتك، تضيع عمرك، تضيع صلاة، تضيع عبادة، تضيع خير. لا ترضى بهذا. اجعل نفسك حرا لبيبا فطنا عارفا لأمورك وحياتك حتى تستقم على دين الله وتلقى الله بما يقربك بين يديه.